عالسلامة ومرحبا بكم. إن شاء الله تكونوا الناس الكل بألف خير. اليوم باش نعملوا مقارونة بالمرجان. هذه هي المقارونة اللي باش نستعملها. الماركة متاعها أنقرة عند لاتراك، تتباع أقرب حاجة للمقارونة التونسية، الفل التونسية. خذيت راس ثوم، مش باش نحطوا الكل، كعبتين ولد البحر، زيت زيتونة، طماطم معجونة، فلفل وراس بصلة صغير. وباش نطيب 300 غرام مقارونة. خذيت الطنجرة متاعي، حطيت القاع متاعها بالزيت. راهي المقارونة تحتاج شوية زايدة زيت، سينو راهي الطماطم تجي قارصة. أول حاجة باش نقلي قرون الفلفل متاعي. هي البنة متاع المقارونة بالحوت كيف تكون موزوزة. قليت قرون الفلفل، مسحتهم شوية ماكل الماء متاع الغسيل وشقيتهم. ما حطيت لهمش لا ملح لا حتى شيء. اني كنت باش نرجعهم في الصوص في الاخر، يا اخي نسيت. هو نورمالمون نرجعهم في الصوص باش ياخذوا البنه نتاع الصوص، باش نخليهم يتقلاو على جنابهم الكل. نحب نوريكم يوستنسيل. هذه انتي بروجيكسيون، تتحط فوق زيت. بون مش تنقص 100% الزيت اللي يطش، اما تنقص بالباهي بالباهي. كيف نبدا نقلي ولا حاجه هنا نغطي بها الطنجره، خاصه كي تبدا الزيت كي تغطي بالغطاء متاع الطنجرة يهبطك العرق ويجي في الزيت يبدا يطرشق. هوني هيكية من هي تتنفس ومن هي تنقص عليا الزيت من فوق الكاس. سجل معايا في الصوت انتيا. سجل الصوت مع ماما. قلبته على جنابات الكل هكايا وباش نخرجه. وخذيتك الراس بصل صغير قطعته جويد. اصغر راس بصل عندي في الصندوق متاع البصل قطعته، باش نخليه يولي حتى فين ياخذ اللون الدوري. لان ديما نقول لكم في الحاجه اللي بالحوت نخليه البصل حتى فين يولي دوري. لان حطيت زوز مغارف متاع ماكله، طماطم معجونه وحركت. واني للامانه حطيت زوز مغارف ونص، لكن نص مغرفه هكيه جات زايده على 300 غرام مقارونه، معناها حطوا زوز مغارف يكفي على 300 غرام، خاطر فضلت لي صوص من بعد في الطنجره. انا كان باش تعملوا رطل كامل حطوا 3 مغارف، انا مستانسه نطيب رطل نحط 3 مغارف طماطم معجونه. المره هذه طيبت 300 غرام. حطيت انا احتجت زوز مغارف. هنا نقعد نطبع فيها بشويه بشويه بالماء باش ما تحرقش القاع نتاع الطنجره، لان باش نحط لها الملح هوني ما يملحش برشا هكا، علاش ديما ما نقول لكم مش على كميه الملح اللي حطيتها. وهوني باش نحط حكايه 6 فصوص ثوم كبار. هالكميه ماهيش كبيره برشا باش نحط الراس كامل. انا غفصتهم بهيك. تنجموا تعملوها رابي والا تنجموا حتى تهرسوه الثوم مع الملح في المهراس. نصوروا في المهراس مع الملح يبدا ابن الحقيقه في المقارونه. ديما نتبع الصوص نتاعي بالمغرفه، خاصه توا حطيت الثوم في ساعه ما يتحرق. ديما نتبع بالمغرفه وبنكته ماء. كما شفتوا لتوا حطيت لفاحات، وهما لفاحات بساط ياسر راهو. الحوت لا فوحته ولا حتى شيء، اكتفيت بالفيحه اللي حطيتها في الصوص. لان كيف قرت الزيت نتاعها هانتم تشوفوا فيه، حطيت مغرفه تابل مفوح. الفيديو نتاع تابل مفوح موجود في القناه. وتوا باش نحط الفلفل الاحمر مرحي، لان عندي حطيت مغرفه من الفلفل الحار ومغرفه فلفل مش حار. ونحرك وديريكت نمرق، ما نخليش يتقلع، سينو راهو يكتسب مرارة الفلفل الاحمر. النجم اني نحطه من بعد ما نمرق، اما ديما نخير باش يتحل شويه في الزيت، على خاطر اكثر حاجه تعاون الفلفل الاحمر باش يتحل مليح هو الزيت. ما نمرقش برشا زادة الصوص. تنوريكم الكونسيستنس نتاعها قد شنو، القوام نتاعها كيما شنو، على خاطر كيما تعرف الحوت ما فيش يروح في ساعة يطيب. وفي المقارونه بالحوت تنجموا تحطوا الماء يغلي وتقليوا الصوص نتاعكم، معناها في ساعة ما تطيب. حطيت 3 اوراق رند، وحطيت كعبات ود البحر نتاعي باش نعمل فوقهم رشه نتاع فلفل اكحل فريش. عندي المرحي، اما نخير ديما في بالحوت نعمل الفلفل الفرشك، لكن نرحيه ديريكت فوق الطنجره يعطي بنه مش عاديه، وتستعمل كونتيتي اقل وتبدا الطعم نتاعو اقوى.
لأن سمطت المقارونة في الماء وملح وكهو، ولا حطيت لها لا زيت لا حتى شيء، وكيف صفيتها ما شللتهاش باش هكا تقعد النشا نتاعها فيها وتشرب لي الصوص. باش نخرج كل كعبات ولد بحر في الصحن. وهذه هي الصوص كيف هي تكون القوامة نتاعها، ماهاش ناشفة وماهاش جارية، كل القوام هكايا باش تشربها كعبة المقارونة، ما تقعدش تتلقلق في الصوص. لأن في بالي باش نصفاها بالصفاية الجويد هكايا، يا أخي بدلت حطيت صفاية العينين متاعو كبار. وخلطت المقارونة متاعي وجات فيها بنش باش نحكي لكم واش باش نوصف لكم. نودكم ومن شهيكم ننصحكم تجربوها بالطريقة هذه، راهي تجيب بنينة على الاخر، وما نحطوش فيها كمون زاده. هذا هو الفيديو متاعنا اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، وفي امان الله، بسلامة.